تعرفوا قصة أبو العريف؟ أنت تعرفها؟ طب عشان خاطرك هحكيها لك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبو العريف شخصية على الرغم أنها قصة رمزية، لكن هو شخص موجود حقيقي، موجود جوه حياتنا الشخصية وموجود حوالينا في الأشخاص اللي بنتعامل معاهم، وده له علاقة بالموضوع اللي هناخده النهاردة. بس الأول لازم تعرفوا مين هو أبو العريف وبيتصرف إزاي. كان في راجل بسيط ساكن في قرية، مربي جاموسة وحيدة في البيت بتاعه جوه البيت، وحاطط الزير قريب من الجاموسة. في يوم ربط، خلى الحبل طويل، جاموسة عطشت، دخلت راسها جوه الزير عشان تشرب، المية بتنزل وهي وراها. في الآخر خلصت الزير لكن راسها اتحشرت جوه الزير. صاحب البيت فكر عايز أطلع راس الجاموسة من الزير، قال مش هاخد القرار لوحدي، نادي 2 من جيرانه ممكن تساعدوني تطلعوا راس الجاموسة معايا من الزير بتاعي. واحد فيهم وقف شوية ولف حواليها وفكر، قال ما ينفعش نتصرف غير لما نروح لأبو العريف، مش هقدر أخد أي قرار غير ما أبو العريف يشير علينا. التاني قال أنا أعرفه وبروح له على طول وبقعد معاه وأنا الشخص اللي قريب منه وأقدر أجيبه لكم. قالوا خلاص تمام، خدوا الجمال بتاعتهم وراحوا يجيبوا أبو العريف، عشان أبو العريف بيعرف كل حاجة، ساكن بره البلد في حتة عالية، يشوف كل المدينة منها ويتتبع كل التحركات ويجمع كل الأخبار، عشان لو حد عنده مشكلة مين هيعرف يحلها؟ بس واحد في البلد، أبو العريف. راحوا له، أبو العريف مش هيمشي، راجل عظيم، يركب على أكبر جمل في الجمال اللي رايحين بيها. وصل أبو العريف عند الباب عشان يروح يشوف المشكلة، قال أشوف بعيني. حب يدخل، الجمل مش داخل الباب، قال شيلوا لي الباب وهدوا لي الحتة دي، علوها لي كده عشان أعرف أدخل. طب انزل ادخل ما ينفعش أبو العريف يدخل على رجليه. أول حاجة هد الباب وهد كده الواجهة بتاعت الباب الحتة اللي فوق ودخل لغاية جوه. قعدوا الجمل ونزل لف حواليها لفتين وقال أنا من رأيي دلوقتي اذبحوا الجاموسة. قال ما نشد، قال ما تشدوش لحسن تفلفص تتعور وانتوا بتطلعوا راسها، اذبحوها الأول وفصلوا راسها. ذبحوها فصلوا راسها. قال شدوا دلوقتي، شدوا برضو ما طلعتش. قال اكسروا الزير وطلعوا راس الجاموسة هتطلع بسهولة. كسروا الزير وطلعوا راس الجاموسة، وفعلا أبو العريف حل المشكلة، بس هد الباب والسقف وذبح الجاموسة وكسر الزير وركب فرحان ورجع بفخر انه حل المشكلة للمعبد بتاعه اللي أعلى البلد. مين الثلاثة دول؟ واحد بيدور على سلطة ويلزق فيها عشان يحس انه في أمان معاها، وانا أعرف أبو العريف وأعرف أستدعيه ويعرف يحل لي مشاكلي. والتاني انسحابي وهروبي، أنا مش هقدر أتصرف غير لما حد غيري يتصرف، أكيد غيري أكفأ مني، أكيد أنا معرفش. والتالت هو أبو العريف اللي بيحل كل المشاكل وعارف كل حاجة. وهي دي نظرية تقسيم الشخصيات حسب نوع الاحتياج غير المسدد للعالم ويليام كيروان. ويليام كيروان لاحظ أن الاحتياجات النفسية غير المسددة بتسمع في الشخصية لما الإنسان يكبر، وبتعمل أحد 3 أنماط، إما متجه نحو أو متجه ضد أو متجه بعيدا. الشخصية متجهة نحو أو متجهة إلى، الشخص اللي ما خدش أمان وانتماء كفاية بيدور يلزق في حد مهم أو يلزق في رمز سلطة أو يلزق في شخص قوي، يبقى محتاج جدا للحب والحنان، اعتمادي جدا، مقترب جدا للآخرين، لأن هو بعيد من الانتماء ده، هو مش حاسس بأمانه، فهو مش بيقترب عشان يساعد الآخرين لكن بيقترب عشان يحصل على الأمان. بيبقى شكله من بره مضحي، هو مش مضحي، هو خايف يبعد، يفقد أمانه وانتمائه للشخص ذو السلطة أو الشخص القوي أو الشخص اللي بينتمي ليه أو بيقرب منه يعتمد عليه ويلزق فيه. يسهل استغلاله لأنه عايز يبقى قريب، فالآخرين بيستغلوه، لو تبقى معانا لازم تعمل اللي نقول لك عليه، حاضر بس ما تسيبونيش، لأن لو سبتوني أنا مش هحس بالأمان، لو بعدتوا عني هيحصل لي حاجة. فهو يقترب للآخرين ويضحي، بيتهيأ له إنه هو شخص محب. الشخص المتجه إلى كمان بيعمل سلوكيات طفولية تلفت النظر، شايفيني واخدين بالكم مني، ممكن أجيب لك الأكل، ممكن أعمل لك الشاي، شوف خدمة أقدمها لك، جو حر أشغل لك المراوح، أعمل لك أي حاجة، عايز أخدمك وأحسسك إن أنا معاك وإن أنا تبعك وإن أنا مهم، فبقى معاك فما تستغناش عني. تصرفاته طفولية لافتة النظر، وبيقترب بهدف خدمة الآخرين عشان يحتفظوا بيه، يبقى قريب منهم. يغير جدا لحد اقترب من الأشخاص اللي يقترب هو منهم، لأن ده بيبقى منافس ليه، هياخدهم مني وياخد اهتمامهم وأنا عايز أبقى موجود. في شخصية نموذجية بيتخفى فيها، بيخدع نفسه أنه الشخص المضحي والشخص اللي بيخدم الآخرين والمتفاني، لكن دي مش شخصيته الحقيقية. هو بيبحث عن إشباع الانتماء والأمان والاقتراب من خلال تقديم خدمات، مش خدمات حقيقية للآخرين، لكن خدمات للاحتفاظ بمكانته في قلب وإلى جوار الآخرين.
فهو بيتخدع انه بيخدم الاخرين ضحي، لا، هو بيخدم احتياج مش مسدد ومش مشبع عنده، وبيشبعه في الغالب بطريقه مش صحيحه. طب ده يشبع احتياجه، بالعكس ده يخليه مستغل ويخليه الاخرين بيمرمطوه، مع ذلك هو ماشي في القصه دي وبيبقى اعتمادي على الاخرين. لما يتكلم مع نفسه الشخص ده بيقول رضا الناس عني هو اماني، لو سابوني هيجرى لي حاجه وحشه، انا ما اقدرش اعيش من غير الناس اللي انا معاهم دول. ونلاقي مثال ده في البيت، الزوجه اللي مولعه صوابعها ال10 شمع عشان ترضي جوزها واولادها عشان تبقى ايه؟ محبوبه، كونها تقدم خدمه. الخادم اللي هاري نفسه موت نفسه في الخدمه في الكنيسه، يعمل كل حاجه، هو بيعرف يسوق العربيه بتاعت الكنيسه وعربيه الموتى، ويشترك في القربان وينظف الكنب ويفتقد ويدعو الناس للاجتماعات ويساعد الخدام وينسق للرحلات، يهري نفسه يموت نفسه، بس هو مش عشان الخدمه وعشان عنده قدرات، عشان يبقى مهم في المكان ده وما يستغنوش عنه، يبقوا محتاجينه، فيبقى في امان انه موجود في المكان ومحتفظ بمكان. بقول لك انا اعرف ابونا فلان واعرف سيدنا الانبا فلان واعرف فلان وفلان بيتصل بيا وفلان بيستدعيني اساعده في الخدمه الفلانيه، عشان كل ما هو يعرف ناس اكتر ده امانه، وكل ما يلزق ويقترب في رموز ومصادر السلطه يبقى هو في امان اكتر. الشخص ده لو عايز ينمو نمو حقيقي وعايز يكبر كبران حقيقي، لازم ما يعتمدش على الآخرين في أمانه الشخصي، لازم يقلع الدور اللي هو لابسه. لازم لما يخدم يبقى محاولة تسديد احتياج الآخر مش احتياجه هو، يساعد الآخرين عشان يشعر بالمعنى، وجودي أقدر أعمل عمل خير حسب الرسالة اللي ربنا ادهاني في الحياة، عشان أطبق وصية الإنجيل أحبوا بعضكم بعضا، عشان أقدر أكون إنسان خير وإنسان صالح، عشان أعيش حسب قلب الله مش حسب قلبي ولا مشيئتي. ردود أفعال الناس ما تحكمش فيه، أنا هقدم الخدمة لربنا صافية ونقية، عجبتهم يبقى كتر خيرهم وخدت منهم حب، ما عجبتهمش أرضى أنا عن نفسي كون إن أنا قدمتها بنقاوة وقدمتها لأجل الله. الإنسان ده لو عايز يشبع حقيقي، الشخص اللي المفروض يلتصق به التصاق كامل هو الله الآب ذو الحضن الواسع والقلب الكبير، اللي بيحبنا أخطأنا أو أصبنا رجعنا له في أي وقت بأي وضع، بيقبلنا ويحبنا ويحتضننا ويحتضن وجودنا كله. قديس أغسطينوس بيقول له أنت تحتضن وجودي كله برعايتك، كأنك نسيت الخليقة كلها من أجلي، أنت مركز معايا قوي وحبيبني قوي يا رب. ودي الشخصية الأولى اللي هي متجهة إلى. ناخد الشخصية الثانية المتجهة ضد. إيه مشكلة المتجه ضد؟ المتجه ضد عنده شوية معتقدات، بيقول لو أنا الأقوى، لو أنا الأكثر خبرة، لو أنا الأشطر، لو أنا عندي مهارات أكتر، وده أبو العريف اللي شفناه في القصة، أنا هتحب واتقدر. هيحبوني على إيه لو أنا ما عنديش مهارات وعنديش إمكانيات؟ فلازم أبقى بقى بجمع المعلومات وبكتسب المهارات والخبرات وببني الثقافة والمراجع وببقى أقوى من الناس اللي حواليا عشان يحتاجولي. بيبقى متنافس، يعني علاقاته مع الآخرين، أنا أحسن ولا أقل، مين أشطر مني عشان أزيد عليه في الشطارة، عشان أبان أنا الأقوى ويحترموني أكتر ويقدروني بناء على أن أنا الأقوى. عايز الآخرين يحتاجولي ويحتاجوا لخدماتي بس عشان أسيطر عليهم وأتحكم فيهم. تلاقوه طاووس منتفخ، معجب بنفسه، شايف أن قدراته أعلى من قدرات اللي حواليه، علاقته بالآخرين بيستمد منها التميز والتنافس. لما بيخدم الآخرين غرضه يسيطر عليهم ويخدمهم عشان يشعر بالتفوق ويشعر بالعلاقات الفوقية، أنا أعلى، فأنا أقدر، فأنا أكثر مهارة، أنا أكثر خبرة. العلاقات دي مش علاقات صحية، ما عندوش الندية والمساواة، ما عندوش حتة أنا أعمل حتة وأخويا يعمل حتة وإحنا نكمل بعض، عنده حتة مين أعظم، مين أهم، مين أكبر. والرسل وهم بيخدموا مع المسيح وقعوا في الفخ ده، مين أعظم ومين أقدر ومين أقرب للمسيح ومين اللي يقدر يأثر على المسيح أكتر. الشخص ده بيكون عنده ثورات عنيفة مع رموز السلطة والمنافسين ليه، حد خالفه الرأي وخالفه في قرار بيبقى مش مرتاح، لو المفاتيح مش في إيده والقرارات مش عنده بيبقى ما عندوش أمان. أمانه إنه هو اللي بيسير كل المنظومة، لو ما اتخدش برأيه يتعب جدا. وشوفنا في الكتاب المقدس أخيتوفل لما كان مع أبشالوم وأبشالوم رفض مشورة أخيتوفل وأخذ بمشورة حشاي الأركي، أخيتوفل أوصل بيته ومضى وخنق نفسه لأنه رأيه ما اتخدش بيه، فكده قيمته كلها بالنسبة له إيه؟ ضاعت. هو بيحارب من أجل كينونته، بيعتقد كينونته قائمة فقط حيث هو الرأس وحيث هو المسيطر وحيث هو المدير. غير كده أنا مش في أمان. أماني إن أبقى أنا القمة وأنا الأعلى وأنا المرجع وأنا صاحب القرار وأنا صاحب الرأي الأوحد في المجموعة، وكلهم لازم يخضعوا لي ولازم يسمعوا كلامي. بيبقى أحيانا عدواني
ويبقى منتقم، ويبقى كمالي عشان يعمل حاجة بيرفكت، فيبقى محدش بينافسه في الكمالية بتاعته. كمان بيحس قوي قوي بنفسه، وضعيف الحساسية قوي قوي بمشاعر واحتياجات الآخرين اللي حواليه. مركز قوي قوي، منحصر قوي قوي في ذاته وفي قيمته هو الشخصية، اللي بيشعر ويعتقد إن هي قيمة أعلى من قيمة كل الآخرين اللي حواليه. لما يتكلم مع نفسه يقول لازم أبقى مقدر من الجميع ومحبوب من الجميع عشان أحس بقيمتي. لازم يعرفوا أنا مين، ولازم أكون أنا دايما الأقوى في كل الأحوال وفي كل المواقف. الشخصية النموذجية اللي بيستخبى وراها الشخص المسيطر المتجه ضد ده شخصية القائد والزعيم والشخص اللي بيتصدر في الواجهة دايما. دي مش شخصيته الحقيقية، هو مش قائد حقيقي، هو شخص مسيطر يلبس قناع القيادة. وتلاقوا نموذج الراجل يدخل بيت يشخط ويزعق ويأمر وينهى، كلمتي مش ممكن تقع على الأرض، ويبقى الشخص المسيطر والعدواني جوه بيته وجوه الخدمة وجوه أي مكان. يبقى منتقد ويطلع عيوب الآخرين عشان يظهر تفوقه هو الشخصي. ما هم لو كويسين طب أنا إيه؟ فهو هدفه من إدانة الآخرين إظهار تفوقه وتساميه عنهم. لو خطيبته سابته أو علاقة ارتبط بيها وفكت منه يجرح مشاعرها ويهاجمها، وهي تستاهل تاخد واحد زي أنا هوري إن ما بهدلت سمعتها، إن ما وقفت حالها، إن ما خليتها ما تتجوزش، ده أنا آخد سيده، هو يسوى ضفري، هو يطلع مين عشان ياخد واحدة زي أنا؟ يبقى هو اللي متساب وهو اللي متروك، بس هو يدعي ان هو الاعلى وهو الاسمى، اللي هو محدش يستاهل يرتبط بيه او حتى يشتغل معه. ده ليك الشرف انك تعرف، ده ليك الشرف انك بتعامل معايا، ده ليك الشرف انك بتشتغل تحت رئاستي. انا مش اي حد يشتغل معايا، ده انا قيمة وقدرة عالية قوي. فهو بيمنح نفسه قيمة وقدرة محدش منحها له بشكل السيطرة والعدوانية على الاخرين. فده المتجه ضد بحثا عن اشباع الحب والتقدير. طب وده يشبع الحب والتقدير؟ بصراحة ده يشبع ما هو عكس الحب والتقدير. ده يترفض ويتساب والناس تهرب من حواليه ومش بيحبوه. فاحنا بنسعى لإشباع احتياجاتنا، بنلجأ لسلوكيات تبعدنا أكتر عن الاحتياج اللي كنا بندور على إشباعه. نصيحة للشخص ده لو عايز ينمو وعايز يدور على قيمته الحقيقية، يشوف ربنا خلقه ازاي على صورته ومثاله، ازاي دفع فيه دم ثمين دمه، ازاي اتصلب علشانه، ازاي قيمته في ان هو يعيش لرسالته بتواضع، ازاي قيمته في ان هو يقبل على الحب ويعطي الحب الآخرين، ازاي قيمته عضو من أعضاء الجسد. ما هواش الكل في الكل، وكل الأعضاء ليها أهمية متساوية. لو عايز ينمو ويصلح المنظومة اللي مش كويسة اللي عنده، يسمع ويسأل ويستشير الآخرين، ويكون قائد بتواضع يأخذ برأي الآخرين ويسمعهم ويرفض السيطرة على أي حد. الشخصية الثالثة المتجهة بعيدا، اللي قالت أنا مش ممكن أعمل أي حاجة قبل ما أشوف أبو العريف هو اللي يحل لي المشكلة. أنا ما ينفعش أحل، أنا ما أقدرش أفكر، أصلا أنا لو عملت ممكن أغلط، ولو غلط قيمتي تتبهدل خالص، أنا بغلط، أنا ما ينفعش أغلط. عنده شوية معتقدات أن الغلط والخطأ غير وارد، فبالتالي أنا ما أعملش أحسن ما أعمل وأغلط. فبيهرب من الإنجاز، بيبقى ما بياخدش رأي حد، ما يسمعش حد، ما يحبش ياخد قرار. قانونه في الحياة لا علاقات ولا تورط، مش عايز تورط مع حد. العلاقات ملزمة ومستنزفة، لسه هتعب مع الناس وأنا بعيد، أنا زي الفل. البعد عن الناس غنيمة، يا سلام، كل ما تبعد كل ما ترتاح، كل ما تقرب من الناس خد وهات وادي واسأل واهتم، وفلان زعلان وفلان واخد على خاطره وبتراضي فلان وتصالح. يعني البعد حلو قوي، خليني بعيد، وأنا بعيد ممتاز. ده سلوك انسحابي خوفا من الخطأ وخوفا من التورط في علاقات، وسلوك مش صحي. كان ممكن ينجح في حاجات كتير، بس يقول أنا ما اشيلش مسؤولية، خلونيش في القيادة، محدش ياخد رأيي، شوفوا انتوا عايزين ايه وأنا معاكم أعمله. أنا مش عايز أدي رأيي لحسن رأيي ما يطلعش كفء وما يطلعش بيرفكت، يكون في رأي أحسن منه، فأنا خليني بعيد أحسن. مش بيعبر عن اللي جواه، محبش يتكلم كتير، سلبي شوية، محبش ياخد قرار ويتدخل في شيء ويدي رأيه. أحيانا يبقى محبط ومحبط للحلول، تديله حل يقول لك بس لو حط فيه مشكلة، كل حل يلاقي له مشكلة، ويحط العقبات والتصورات قدامه أكتر ما يحط الحلول. مش بيركز على الحلول، بيركز على العقبات أكتر. فسلوكه انسحابي انهزامي، مش عايز يتورط، عايز يبقى بعيد. حديثه الذاتي بيقول لنفسه ايه؟ طالما أنا بعيد أنا في أمان، طالما أنا مش في علاقات أنا زي الفل، كل ما أبقى مش باخد قرار أنا مش هغلط، لأن أنا عايز أنجز، والقرار الغلط هينقص من عيني إحساس الإنجاز ده، مش هحصل عليه لأن أنا غلط. فبالتالي يعني حاجات كتير كان ممكن يعملها، مسؤوليات كتير كان ممكن ينجح فيها،
مش بيرضى ياخدها عشان ما يغلطش. قانونه لو في علاقة والعلاقة دي سابته، يعني خطوبة واتفسخت مثلا، أحسن اللي جات منها. أنا أساسا ما ينفعش في جواز، ما هو الجواز أساسا مش سهل يعني، فخليني بعيد. وعلى إيه وجع القلب؟ ما أنا مش هقدر عليه ولا على تكاليفه ولا على الإرهاق ده، ما أنا حر كده أطلع وأدخل وأسافر وأنام وأصحى بربع جنيه بتعشى يعني، مش قصة. معايا حد في رقبته وولاد وعايزين وطلبات وروح وتعال، خليني بعيد. إيه أحسن؟ أنا كده زي الفل الحمد لله. اللي جت منها هي، ما جتش مني أنا. خيالي جدا لعدم الإنجاز، يعيش في أحلام اليقظة والخيالات، يقعد ينجز في أحلام اليقظة. على أرض الواقع لا، ما أحاولش، لو حاولت ممكن أفشل، لكن في الأحلام ينطلق إلى أقصى درجات النجاح ويكتفي بالحلم، ويجي عند الواقع ما رضاش يعمل حاجة، لا أحسن يفشل. القناع اللي بيستخبى وراه الشخصية النموذجية اللي يحب يلبسها، قناع الحكيم الرزين التقيل الهادي. وليه تتكلم؟ اسمع الناس وخليك حكيم. يصمت العاقل في ذلك الزمان لأنه زمان رديء. أنا بنفذ وصية ولا أنا خايف أتكلم لأحسن أغلط؟ بصراحة عايز أراجع نفسي. أنا لابس قناع الرزين، أنا بنسحب وأنا بهرب، ولا أنا بستشير فعلا واسمع عشان أتفاعل بعد كده وادي رأيي واخد رأيي واخد حكمة مضاعفة من الآخرين؟ عشان ينمو محتاج يتحمل الضغوط ويقبل الفشل. الفشل جزء كبير من النجاح. التجارب العلمية قائمة على إيه؟ نحط مجموعة اختبارات، 90 اختبار يفشل، واحد ينجح. أطلع نظرية 90 طريقة دول ما ينفعوش، الطريقة دي بتوصل. فكل شيء قائم على الفشل والنجاح. مفيش نجاح بيجي من غير فشل. وعلى فكرة الكبير على الفشل كبير برضو على النجاح. النجاح ما يجيش مقاسه. اللي ما يقبلش الفشل لن يحصل على النجاح. النجاح بيجي بعد عدد من المحاولات غير الموفقة، مش هقول الفاشلة، لغاية ما اقتني أي مهارة. بتدرب، ما بعملش الحاجة صح إلا بعد عدد كبير من مرات المحاولات عشان أجيب المستوى الصح. في أي تدريب، في أي تعليم، بقعد أتدرب في أول مرة ما بطلعش المنتج اللي أنا عايز أطلعه، لكن مع الرحلة أنا بكبر. فمحتاج عشان ينمو يقبل المسؤوليات، يقبل المحاولات، يقبل الفشل. الأقنوم اللي يساعده أو أقنوم الروح القدس، أقنوم المشورة والفهم، أقنوم الإنجاز، أقنوم القدرة. تلبسون قوة من الأعالي ما تحل عليكم الروح القدس. ربنا إدانا أن بقوته نقدر على كل شيء. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ما نخافش، إحنا هنحاول. وأقول أنا كإنسان لازم أقبل عجزي وضعفي ومحدودياتي وعدم اكتمالي. دي إنسانيتي ببساطة، مش عيب فيا. أنا كوني إنسان فأنا ناقص، كوني إنسان فأنا بغلط، كوني إنسان بفشل مرات. مش كوني أنا وحش، لا، أنا كإنسان بالحتمية والضرورة مش كامل وناقص وبغلط. فدي طبيعتي، لازم أقبل طبيعتي الإنسانية وأقبل عجزي عن الكمال، لأن الكمال مش بتاع بشر. الكمال ده حاجة تخص ربنا وحده. مش شرط حد يبقى بيرفكت يعني صافي قوي قوي نمط من دول. احنا بنتمرجح بين الثلاثة وناخد شوية من هنا وشوية ومن هنا وشوية، لأن مفيش حد مسدد احتياجه للحب بالكامل واحتياجه للتقدير بالكامل واحتياجه للانتماء بالكامل ولا احتياجه للانتماء بالكامل. كلنا في ربنا في أسر وفي أوضاع منقوصة من طبيعة بشرية ساقطة مطرودة من محضر الله، محتاجين معونة إلهية إن احنا نقبل أنفسنا ونحبها، ونقبل الآخرين ونحبهم، ونحب الطبيعة البشرية على بعضها عشان احنا جزء منها. فلما نحب الإنسانية والبشرية هنحب نفسنا ونحب الآخر ونحب ربنا اللي خلق الطبيعة الجميلة دي اللي هي على صورته ومثاله. وأتمنى في النهاية نكون عرفنا نفسنا، كل واحد يكتشف نفسه في أي مربع من الثلاثة دول. أنا متجه نحو ولا متجه ضد ولا متجه بعيدا، ويشتغل على نفسه عشان ينميها. يقلع ماسك الرزين أو ماسك المضحي أو ماسك القائد، يكتشف حقيقة سعيه وراء إشباع احتياجاته بطرق غير صحية، ويتعامل مع الله مباشرة، ويقبل نفسه ضعفه زي ما هو ويشتغل عليه وينمي نفسه ويغير من أهدافه ونواياه لغاية ما يبقى قائد حقيقي وخادم حقيقي ورزين حقيقي، مش مجرد أشكال خارجية بلبسها سعيا لإشباع الاحتياجات دي اللي أنا مش عارف أشبعها. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.